السلام عليكم. عاملين ايه؟ الجو عواصف وامطار بس احنا زي ما احنا. زهوة اس 26 الترا لسه ما راحتش ولسه الناس ما جابتوش، لكن على جانب اخر ناس جابته وبتفكك فيه وبتشرحه كمان. ده الاس 26 الترا. نيجي لامازون بقى. هل امازون فعلا هتستبدل العاملين البشريين فيها بالروبوتات اللي من انتاج الشركة اللي لسه مشتريها قريب؟ هجاوبك على السؤالين دول، بس عشان اعرف اجاوبك لازم اجيب لك القصة من الاول. كعادة سامسونج في التحديث السنوي الكبير بتاعها هو جهاز النوت اللي اتغير اسمه بعد كده للألترا. أنتجت السنة دي الاس 26 ألترا، وزيها زي باقي الشركات بتتبع سياسة ترشيد الابتكار. أضافت السنة دي سامسونج ميزة البرايفسي ديسبلاي. اللي بدورها بتعمل تعتيم كامل للشاشة أو جزء منها. عملت بوم، انا كده تمام. بعد كده قللت بوردة القلم وقللت من وظايفه. عامة لا موضوع الشاشة موضوعنا ولا موضوع القلم موضوعنا في الفيديو ده. الراجل بتاع iFixit فكك الموبايل وقال ان الظهر بتاع الموبايل والبطارية وسوكت الشحن والكاميرات كلها حاجات سهلة في الاستبدال او سهلة في الصيانة لو حصل لهم اي مشكلة، لكن الصعب وشبه مستحيل صيانتهم هما الشاشة والكاميرا الأمامية. وعملية إزالة الشاشة باستخدام الوسائل المختلفة كانت صعبة جدا جدا جدا. دي الحاجة التانية بقى الكاميرا رحلة طويلة. الراجل خد وقت ومجهود كبير جدا على ما يوصل لها من تفكيك المكونات، وبعد ما وصل لها عملية الإزالة بتاعتها نفسها صعبة، وريسك إن يحصل كسر في الشاشة مع استبدال الكاميرا ريسك كبير جدا ويتخطى نسبة 60%. وهنا اتكسرت الشاشة معاه مع إنه متمكن فنيا وده تيم معروف على مستوى العالم كمان، والشاشة اتكسرت معاه للأسف. فأنت كمستخدم للإس 26 ألترا لازم تاخد بالك جدا 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 من الشاشة والكاميرا الأمامية، علشان قد الصعوبة اللي بتكون في عملية الصيانة أو الاستبدال على قد ما هتكون التكلفة. نيجي بعد كده لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون اللي استحوذ مؤخرا على فونا. هي شركة روبوتات ناشئة تنتج الروبوتات البشرية ومتميزة بنموذج ناجح جدا وكان نجاحه سريع، هو روبوت سبراوت اللي بيمكنك من استخدامه في أداء بعض المهام المنزلية وبعض التاسكات الصغيرة. عنده حواجب ميكانيكال كده عشان يتجاوب مع الإنسان ويعرف يتفاعل معاه، يعرف يتفاعل مع الإنسان ويعرف يتجاوب معاه بالرياكشنز المختلفة. At Fauna Robotics, we believe the robots belong in the real world. So we've done things a little differently. Sprout is a robot you actually want to be around. One that's expressive, lightweight, durable, soft to the touch, designed without pinch points, and compliant. It's safe, capable, and ready to go. Sprout is a developer platform for people who want to build, not start from scratch, so you can focus on what excites you right out of the box. That one day robots can live alongside us, around the people who matter most. Sprout is just the beginning of a future built together. What comes next is up to you. المهم بعد ما أمازون اشترت الشركة دي تكاثرت الأقاويل والإشاعات إن أمازون هتستبدل العمال أو الموظفين فيها بالروبوتات، لكن ده مش حقيقي طبعا بعد ما أكدت صحيفة بلومبرج إن ده مش هيحصل. فأنت كاستاف في أمازون ما تقلقش خالص، مش هتستبدل بالروبوت، بس هتستبدل بالأوتوميشن. والكلام ده متسرب من داخل أمازون من واقع وثائق بتقول إن أمازون هتستبدل 600 ألف عامل في المستقبل بالأوتوميشن، وبكده مقولة ال AI إنه هيستبدل الإنسان أصبحت واقع. خلي بالك من نفسك بقى. أشوفكم في ريفيو جديد. سلام عليكم.